اهلا وسهلا فيكم احبائي في حلقه جديده على قناه مامي ميس. اليوم حلقتنا مميزه وفكرتها جديده واول مره بنعملها. طبعا معنا الموديل العالميه لينا السعيدي وافقت انها اليوم تكون معنا عشان نعملها ماسكات لبشرتها. اهلا لين، مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. طبعا اكيد حلم كل بنت وكل صبيه وكل سيده انه تمتلك بشره حلوه ووجه نضر وتكون دائما اطلالتها مميزه. وانا دائما بيسالوني شو بتستعملي لبشرتك، فاليوم رح اعطيكم 3 اسرار طبيعيه موجوده بكل بيت وسهله كثير انكم تحضروها. ممكن انكم تعملوا منها ماسكات لوجهكم من مواد طبيعيه 100% يا لين. فهلا رح اورجيكم كيف بعمل هاي الماسكات، شو فائدتها للبشره، ورح نطبقها على لين. اوكي لين؟ اوكي. ورح نبدا بالماسك الاول. الماسك الاول معنا لليوم هو بتكون من مكون واحد بس واللي هو اللبن. فوائد اللبن للبشره لا تعد ولا تحصى. ممكن اي نوع لبن موجود ببلادكم تستفيدوا منه. هلا لما مثلا انا اكون تعرضت لاشعه الشمس لفتره طويله، بس ارجع على البيت بحس مثلا وجهي احمر وكثير حاسه درجه حراره وجهي عاليه، وممكن مثلا انه بشرتي متاثره ومحروقه شوي، دغري بحط قناع من اللبن. قناع اللبن بيمتص كل الحراره وبيغذي الوجه وبيرطبه وبيزيل كل الاحتقان والاحمرار الناتج عن الحراره. فهلا رح نعمل للين ماسك اللبن. رح نستعمل فرشاية زي هذه لحتى نحط ماسك اللبن. رح نترك ماسك اللبن على وجه لين لمدة 10 دقائق لحديت ما تمتص البشرة كل المي اللي جوا اللبن وينشف على وجهنا، وبعديها نقوم نغسله. هلا غسلت لين وجهها ورح ننتقل للماسك الثاني معنا لليوم. اوكي؟ مبسوطة لين؟ اوكي. الماسك الثاني معنا لليوم هو ماسك منظف للبشرة ومفتح للبشرة، يعني بيفتح البشرة بعطيها بياض وبنفس الوقت بنقيها وبنظفها من الشوائب الموجودة فيها. الماسك اللي هلا بحكي عنه يا لين بتكون بس من مكونين اللي هم معلقة نشا مع الورد. رح نضيف النشا ونضيف اللقطرات من ماء الورد ونحرك الخليط. وهلا رح نستخدم هذا الماسك المنقي على بشرة لين. طبعا اي ماسك بنحطه بنتركه لمدة تقريبا 10 دقائق، بعدين بنغسل البشرة بمي دافية لحتى نشيله وبتكون بشرتنا استفادت منه كثير. عم نستخدم قطنة لفرده على الوجه. إذا حسيتوا قوامه كثيف كتير زيدوا نقطة من ماء الورد.
هلا مرق 10 دقايق على ماسك الورد والنشا، وبتقدر لين هلا تقوم تغسل حتى نجهز حالنا ونحط الماسك الاخير واللي هو ماسك العسل مع الكركم. وهلا رح ننتقل للماسك الثالث معنا لليوم، واللي هو ماسك مغذي وبنفس الوقت بيعمل عمل المضاد الحيوي للحبوب وللبثور وللزوال الموجود في البشرة. يعني فعليا له تأثير كتير كبير بتخفيف حب الشباب والحبوب الموجودة على البشرة. فمثلا لين او انا بس طلع لنا حبه دغري بنخلط هذا الخليط بنستعمله على الحبه او على الوجه كامل، فدغري بنلاقي ثاني يوم كيف الحبه خفت وراحت. واكيد هو مغذي للبشره. مكوناته الشغلتين تنتين اللي هم معلقه عسل، معلقه كركم مطحون، اضفنا معلقه كركم، رح نضيف عليها معلقه عسل، صار الماسك معنا جاهز. وهلا رح نستعمل ماسك العسل والكركم على وجه لين. طبعا اكيد بس نحط الماسكات بنبعد عن منطقة العين. زي ما قلت لكم هذا الماسك رائع جدا، بيغذي البشرة لانه الكركم والعسل فيهم فوائد كبيرة كتير وفيتامينز، والاهم انهم مضادين حيويين. يعني اذا في التهابات بالبشرة بيساعدوا انها البشرة تتخلص منها. طبعا احنا ما صنعنا كمية كبيرة، بس كمية بتكفي الوجه مرة واحدة. كل ما حبيتوا انكم تكرروا هذا الماسك تقدروا انكم ترجعوا تعملوها، فيش داعي تعملوا كميات كبيرة. الافضل يضل خليطنا فريش. رح نترك الماسك على وجه لين لمدة 10 دقايق وبعديها بتقدر تغسل. يلا هلا مرق 10 دقايق وراح اقوم اغسل. بعد هدول الماسكات الثلاثة أكيد بشرة لين صارت حلوة ونضرة. لين احكي لنا كيف حاسة بشرتك هلأ بعد ما استعملتي الماسكات الثلاثة؟ حلوة وناعمة وهيك، ما في اشي انه زي نقية وصافية. فمدام لين اكيد استفادت من هاي الوصفات، فانتوا اكيد رح تستفيدوا منها. بتمنى تجربوها وتعجبكم تستفيدوا منها. طبعا هاي اول مرة على قناتنا بنقدم اشي للبشرة، فاذا حبيتوا الفكرة اضغطوا لايك، واكيد اشتركوا بقناة مامي ميس لحتى توصلكم دايما منا احلى فيديوهات. بحبكم كتير. باي باي.